في أمل إني أسترجع شغفي القديم وطاقتي اللي انتهت ناجية من حرب بقالي سنتين خسرت حياتي الماضية. طبعا حتة التعافي، هل ينفع في تعافي؟ طبعا في تعافي. السر في التعافي في أبسط جزء من التعافي اللي هو القبول. مشكلتنا إن إحنا مش بنستوعب يعني إيه قبول. قبول هو الاعتراف بالموجود، بس إن أنا مش هرفض اللي موجود، إن أنا هتعامل معاه. بس هل ده معناه إن أنا هتعامل معاه إن أنا مبسوطة إني موجود؟ لا، مش مبسوطة. زي مثال الزحمة، هل في حد بيحب الزحمة؟ محدش بيحب الزحمة. بس خلاص انا معترف ان في زحمة، فانا عشان متقبل الزحمة بنزل بدري عشان اعرف احافظ على ميعادي. ما بقولش انه اللي بيرفض الزحمة بيعتبر ان هي مش موجودة فبالتالي دايما بيتأخر. ان انا معترف بيها بيعمل حسابه عليها. لما بيكون فيها ما بيبقاش متزرزر وقاعد بيزمر وعمال، يبقى خلاص يعني دي اللي موجودة، فبشوف بقى اسلي وقتي ازاي. وبالتالي الانسان اللي بيتقبل الواقع بيعرف يتعامل معاه ايا كان قباحة الواقع. خلاص، فالسر هنا في القبول. تاني حاجة، انه القبول بيساعد الشخص ان هو يعرف ويستوعب انه اللي فات مات، انه اللي انت خسرتيه في الحرب مش هيرجع، شغفك القديم بشكله القديم مش هيرجع. فانت محتاجة ان انت تفكري بطريقة مختلفة لان طبيعة حياتك اختلفت، وبالتالي احتياجاتك اختلفت. فالحاجة اللي هي كانت بسيطة وكانت موجودة وكنت مطمنة بيها وكانت معاكي، فانت بتفكري في اللي بعدها. خلاص، عارفة بيتك، عارفة اهلك، عارفة هتعملي ايه، كل ده اتمحى. فانت بتبني حياتك من الاول، فعندك احتياجات اهم من التطور اللي انت كنت فيه. فانت مش هينفع ترجعي في نفس الفكر ونفس المستوى ونفس كل حاجة. انت للأسف، وده مش بمزاجك ولا غلطة منك، ده واقع. واقع ان احنا في مجتمع او في عالم فيه حروب، وان هو فيه طمع وفيه جشع وفيه وده جزء ده موجود في الحياة. هل ده معناه ان هو جزء حلو؟ لا، مش جزء حلو، جزء سيء جدا. انما موجود. تجاهله يخلي البني ادم ساذج. افتراض وتعميمه ان هو كل الناس اشرار يخلي البني ادم مرعوب وضعيف. في الاثنين، في الناس اللي هم الناس كويسة، الناس اللي احنا نعرف نتعامل معاهم، وفي الناس اللي هي الاشرار. الاثنين موجودين. وبالتالي ما تخليش الخوف والتوتر نتيجة الخسارة تعممي الخسارة وتخلي الخسارة بالنسبة لك قدام عينيكي باستمرار، انه اي حاجة انت هتعمليها كده كده هتروح، هخليكي محبطة ومش عايشة وبس. ف اللي عايز اطمنك عليه انه اللي انت فيه دوت طبيعي ومؤقت، ينفع تخرجي منه، بس مش تخرجي منه بالوقت، تخرجي منه بالقبول. واحساسك بالحياة ومتعتك في الحياة مش هترجع زي ما كانت، انما هتتغير لاختلاف طبيعة الحياة. جاوبتك؟